بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله هنعمل النهاردة روتين مختلف شوية. يعني أنا حبيت أخدكم معايا أعرفكم إحنا برضو بنتعاملوا مع البهائم بتاعتنا دي إزاي ومع الطيور إزاي. زي ما قلت لكم برضو قبل كده، هعيشكم الأجواء اللي هي إيه في الفلاحين، يومنا بيعدي إزاي وكده. فأنا النهاردة قلت أحمي بقى معاكم الجاموسة ديت. طبعا احنا في فترة الشتاء البهائم مش بتستحمى ياما، اليوم اللي هو سقعة جامد وكده لا ما يستحموش، لأن برضه هما بيسقعوا. فطبعا هو النهاردة أنا لقيت الجو دافي، هو الشمس طالعة بسم الله ما شاء الله والجو دافي، فقلت بقى أحمي معاكم الجاموسة. زي ما انتوا شايفين اهوت، حتى رجليها كأنك زي اي حاجة بتهتم بها في البيت. فهي البهايم دي لازم نظافة ورعاية جامدة. فشوف انا مسكت عود القش الاول وقعدت اغسلها كويس بعود بحاجة خشنة كده. طبعا شوفوا زي ما انتوا شايفين اهي، هي مش ربطها ولا اي حاجة، هي واقفة ومبسوطة ان هي بتستحمى. طبعا غسلت لها رجليها وحميتها كلها ودماغها وكل حتة فيها غسلتها كويس بالمية كده. طبعا الحاجة لما بتهتم بيها بتبقى كويسة وصحتها حلوة معاكي. طبعا هما اي حاجة في الدنيا تهتم بيها بتبقى حلوة. البهايم دي ممكن فصل الشتاء كله يعدي ما يستحموش فيه، يجي 6 مرات في فصل الشتاء كله، لان بيبقى الجو ساقع عليهم. اليوم بقى اللي مثلا الاقي فيه الشمس طالعه والجو دافي فيه، ابدا بقى احميهم كده. فطبعا شوفوا هي واقفه، هي مش مربوطه ولا اي حاجه، واقفه مبسوطه ان هي بتستحمى ومبسوطه بالميه. وطبعا دي حاجه من ضمن الروتينات اللي احنا بنعملوها برضو، اللي هو الكنيس للمواشي والرعايه بيهم ونحموهم وكده. ولازم يطلعوا بره في الشمس والهواء، يغيروا برضو الهواء بتاع الزريبه. فطبعا انا حبيت اوريكم برضو اليوم بتاعي برضو بيعدي ازاي وكده. وطبعا عمري ما هتكسف من حاجة انا بعملها، دي شغل بيتي وعيشتي وعيشة عيالي، فمش مش هتكسف بقى ان انا اقول ان الناس تعرف ان انا بعمل كده. دي حاجة تشرفني ان انا بهتم ببيتي وبهتم بكل حاجة فيه. فطبعا شوفوا حميت اهيت، وهي طبعا الحماية دي كانت بعد الفطار، هي فطرت بقى بالبرسيم والاكل ده، الخضار اللي بره ده. وبدأت بقى احط لها تبنة ودخلتها بقى في الزريبة في الدفا بقى. طبعا ده تبنة اهوت، بحطه لها بقى جوه واحط لها معاه السلاج ده اللي هو عبارة عن ذرة اخضر مفروم بقى بالكيزان بتاعته بالذرة بتاعه اهوت. انا دخلت لها التبنة اهوت. طبعا هي مبسوطة، يوم الحماية دي بيبقى يوم عيد عند الجاموس. وطبعا البهيم بيحس بالحنان برضو، لما تهتم بيه وتطبطبي عليه بيحس بالحنان وبيبقى كويس معاك وربنا بيهديه كده. طبعا الاكياس الزرقاء دي سلاج اللي هو الذرة المفروم. الذرة ده بيبقى في فصل الصيف بنفرموه بقى ويتعبى في الاكياس دي، يفضل بقى طول السنة البهايم تاكل منه. بس طبعا انا بلبس الجوانتات ديت عشان ما يخشش في ايديا في ضوافري وكده الذرة. فبلبس الجوانتات ديت بس عبال ما احط لهم الذرة دي يفطروا بيه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا الواحد بيكنس وبيعمل، بس بنخش البيت من جوه ده كلته بيتغير، اللبس ده بيتغير وبيبقى فيه غسيل ونظافة تانية عن كده.
يعني الفلاحين برضو نضاف، مش طول الوقت ان احنا يعني اللي انتوا شايفينه ده كلته بيبقى فترة الصبح بس، يعني زي نص ساعة او ساعة الصبح وساعة المغرب اللي هو وقت الفطار بتاع البهايم ووقت العشاء بتاعهم. وبعد كده ما فيش، ده بنخش جوه في البيوت بقى، من جوه بنشوفوا مصالحنا وكده، ما بنبقوا نضاف بقى عن عن الشغل اللي بره ده. اهو زي ما انتوا شايفين ده السلاج اهوت اللي هو الذرة المفروم. طبعا انا مش مطولة عليكم الفيديو النهاردة، انا قلت بس اخدكم معايا يعني اوريكم لحظة الحماية بتاعت الجاموسة بتبقى هي مبسوطة ازاي. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم يعني اللي لسه ما اشتركش معايا يا ريت يشترك ويحط لي اللايك وبالله عليكم اهم حاجة اللايك، لان ما بلاقيش لايكات خالص يعني بسيطة، و يعني كتشجيع منكم. وطبعا اللايك والكومنت ده مش بأي فلوس. اهو طبعا حطيت لي البهايم اهوت السلاج ده عشان افطرهم، وبطلع بقى على الطيور بتاعتي برضو افطرها وكده. وبيعدي اليوم بتاعنا يعني، والله الحمد لله. يعني الواحد بيعمل الشغل ده مش يعني مش زعلان ولا اي حاجة، يعني الواحد بيعمل الشغلة ديت في بيته كده وهو مبسوط. يعني انا لما يعني احمي بهايمي اوكلهم اهتم بيهم، والله العظيم انا بتبقى نفسيتي مرتاحة، يعني ببقى مبسوطة وفرحانة ان انا ربنا مقويني وبعمل حاجة زي دي في بيتي. طبعا هوت الطيور بقى ببدأ افتح لها هوت تطلع من العشش بتاعتها واحط لهم الاكل وافطرهم. طبعا الطيور دي برضو العشش بتاعتهم دي بتتكنس وتتنضف على طول. يعني اهم حاجة في اي حاجة في الدنيا، في اي شغلة في الدنيا، هي نظافت. طبعا بقى اليوم ما بيخلصش على كده، بنخش بقى نشوف الاكل جوا، الغسيل، تنظيف البيت، بنخش بقى نكملوا اليوم في البيت من جوا. فيا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وطبعا لو فيه اي حاجة عايزين يعني تطلبوها مني، ما ان شاء الله تطلبوها واقدمها لكم زي ما انتوا عايزين. وطبعا يعني ما فيش اكتر من كده النهاردة، واشوف وشكم على خير. اسيبكم بقى تكملوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.